بوكبير رئيس لجنة الحوار حول العرش الملكي الخاص بمغاربة العالم. هذه اللجنة اللي هي واحد المبادرة كيشرفوا عليها مجموعة ديال الجمعيات والأطر من مغاربة العالم، فتزامنا مع النقاش العمومي حول الاستحقاقات التشريعية ديال 2026 وكذلك بشراكة مع الاتحاد الصحفيين المغاربة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ننظم نحن مجموعة من المغاربة هذه الندوة الفكرية التي سنناقش فيها الإعلام من جهة ومغاربة العالم، وكذلك النقاش العمومي حول الاستحقاقات ديال 2026. فالكل يعلم بأن الفترة الأخيرة من بعد ما صاحب الجلالة أعزه الله أعطى التعليمات ديالو الوزير الأول، وهذه أول مرة، بتعجيل هذه المنظومة الانتخابية، وكانت هناك نقاشات جانبية وكذلك نقاشات مع لجنة من وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، وتقدمت مجموعة ديال المذكرات في هذا الإطار. هذا البعض قد أشار إلى من بين الفئات الشباب والمرأة مغاربة العالم، وهناك من يريد مثلا رفع الأعداد إلى غير ذلك. اللي كيهمنا هو الشق المتعلق بمغاربة العالم في هذه الاستحقاقات ديال 2026. هذه من جهة، لأن الدستور المغربي ديال 2011 كيضمننا هذه التمثيلية السياسية بالفصول 16 و 17. كذلك الخطاب ديال صاحب الجلالة ديال 2005 6 نوفمبر، هنا صاحب الجلالة عطى حتى التقطيع ديال الصناديق الاقتراع على برا باش مغاربة العالم يكون عندهم حق في هذه الاستحقاقات المقبلة. فيعني من العار 2011 كتمر، 2016 كتمر، 2021، وكل مرة كيعطيونا مبررات وتلو المبررات، ولكن هذا 2026 يبدو أن الأمر وهو كذلك، ولكن التجأنا إلى الإخوان المهنيين الصحفيين باش يساندونا في هذا الأمر، لأن الإعلام هو سلطة رابعة، ومن طبيعة الحال هذه الشراكة هذه اللي برمناها مع الإخوة الإعلاميين أننا كنثمنوا هذا العمل وكنشكروهم من الجانب ديالنا نحن مغاربة العالم، لأن من طبيعة الحال أن الصوت ديالنا إذا كان مع هذه السلطة الرابعة غادي يوصل، والنقاشات دابا حاليا المذكرات غادي توصل للبرلمان، وعندنا كلام آخر إن شاء الله مع فرق برلمانية ممكن، ولكن اللي كيهم هو هذا حق دستوري وهذا حق مغاربة العالم، خصهم يدخلوا لتدبير الشأن العمومي والسياسي في هذا البلد، لأن فئة عريضة ديال 6 المليون ما يمكن لهاش تبقى جالسة، وأنها هي كتساهم في السلم الاجتماعي ديال البلاد. 119 المليار اللي دخلت يعني مغاربة العالم في 2024، وهذا راه كيساهم في الاقتصاد ديال البلد، كيساهم في مجموعة ديال الأوراش ديال البلد، وفي نفس الوقت حنا ما كنكلفوا الدولة ولو سنتيم. وشكرا لكم. شكرا. حنا في اتحاد الصحفيين المغاربة يعني كان كما قال الأستاذ علي، كان سبق لنا وقعنا اتفاقية تفاهم تعاون شراكة ما بيننا وبين الجالية المغربية، يعني قبل ما يكون هذا الزخم اللي تعطى مؤخرا لهذه القضية. الندوة بحد ذاتها يعني تأتي في سياق تفعيل هذه الاتفاقية وتقديم ما يمكن تقديمه على مستوى الإعلام من أجل ترويج الصورة الحقيقية، الصورة يعني التي يجب أن تكون عليها الجالية المغربية بالنسبة للمغاربة أو بالنسبة للفاعلين وصناع القرار في المغرب. حقيقة أن الجالية المغربية تعتبر جزء من الوطن، تشكل قرابة 1.5 من الساكنة المغربية، لها دور فعال على مستوى الاقتصاد، على مستوى العملة، على مستوى الحضور، على مستوى صورة المغرب خارج الوطن. وبالتالي لا بد أن يتم إشراك هذه الفئة. صحيح أنه تم يعني بين قوسين استغلال هذه الفئة لعقود من الزمن مع ترويج خطابات وشعارات لم تتحقق على أرض الواقع، لكن جاء الفصل والحسم من طرف جلالة الملك على مستوى الخطابات المتتالية. وبالتالي تم نقول احنا نتمنى أن يتم فعلا ترجمة كل ما أتى به وما أتت به خطب الملك بخصوص قضايا الهجرة والمهاجرين. صحيح أن الصورة النمطية اللي كانت معطية على الجالية المغربية، الراجل اللي ساكن في أكادير ومسجل في أكادير وكيقرا في الأخوين، غادي يجيو انتخابات، واش غادي ياخذ الانتخابات من أكادير ياخذ طيران؟ ماشي لا يعقل.
دونك عندنا واحد الفكره اللي عطاوه لنا الناس. اولا خاصنا يكون رقمها وصوبناها، خاصنا غير نعطيوها لوزاره الداخليه باش يصبها. ثانيا كتبنا لوزاره الداخليه بحالنا بحال الناس وعطيناه التصور نتاعنا كيف الاحزاب السياسيه فيه 21 ورقه، ولكن زدنا واحد القضيه تنقولوا لهم حنا ما نخدموش مع الاحزاب السياسيه، لان كاينه 722 واحد اللي في عكاشه. ما انت عندنا 3 غرفات في المغرب، الغرفه الاولى راكم عارفينها ديال المستشارين، الغرفه ديال الممثلين، وغرفه ديال عكاشه. لا يعقل ان نخدموا، وهذه المذكره اللي غادي نكتبوا للملك غادي نقول لهم حنا الديمقراطيه هي تنافسيه ما بيننا وبين الاحزاب وما بيننا وبين فيدراليات اخرين صغيرة وكبيرة ترتبط بالوطن وبالمؤسسة الملكية والمؤسسات الدستورية للبلاد. وبالتالي احنا كداخل الاتحاد نرحب بكل الأطر المغربية في الجالية المغربية، ونثمن هذه المبادرة التي تقومون بها في أفق المشاركة في المؤسسة المحمدية الذي أمر جلالة الملك بإحداثها. ولما لا، والأهم من ذلك هو أن يشترك في هذا الحوار جميع المؤسسات الدستورية، بما فيها مجلس الجالية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيها رئاسة الحكومة، الوزارات إلى ما غير ذلك. ما يجب التأكيد عليه هو تأطير الورقة وتأطير المذكرة بمعطيات دقيقة جدا، حتى لا يكون هناك مذكرة خالية من مضمونها مثل ما قدم سابقا، ولا تجدي نفعا في مستقبل هذا العمل الذي تقومون به اليوم، وهو عمل جيد، لأنه أي عمل تقوم به الجالية المغربية، ونحن شاكرون لكم أنكم فضلتوا أن تقوموا بهذه اللقاءات داخل الوطن. هذا ما فر منها أن الإعلام والانتخابات بشتى أنواعها مرتبطان ارتباطا وثيقا مع بعضهما، حيث يلعب الإعلام دورا مهما ومحوريا في تشكيل الوعي السياسي وتوجيه الرأي العام وضمان نزاهة العمليات الانتخابية، خصوصا إذا ما كان يتمتع بالشفافية والنزاهة وعدم التحيز لأي جهة سياسية، وتوفر على الإمكانيات والتطورات والتكوينات الحديثة والممنهجة، إضافة لتوفر على الموارد المالية كافية ولماذا مستقلة للمساعدة على سير الانتخابات بكل نزاهة. لأنه بوجود إعلام قوي بالمغرب سنضمن لا محالة وأكيد انتخابات شفافة ونزيهة قادرة على جعل من الدول المتطورة والمتقدمة، خصوصا رغبات وتوجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورضيته الاستباقية لجعل المغرب من الدول الأكثر تطورا. وهذا فعلا ما نلمسه ونشاهده من خلال تطورات المشاريع الكبرى التي يعرفها بلدنا الغالي منذ اعتلاء جلالته الكريم عرش أجداده الكرام. هذه المشاريع بصراحة التي أصبح الكل يفتخر بها ويثني عليها، لكن يجب أن تكون مسنودة بمنظومة انتخابية سوية وفعالة وبإعلام قوي قادر على المساعدة في أولا توعية الناخبين ومن ينتخبهم حول القوانين الانتخابية والبرامج السياسية وحقوقهم وواجباتهم. ثانيا نقل الأخبار بشكل شفاف وموضوعي وكشف أي تجاوزات أو خروقات لا قدر الله إن وجدت. ثالثا إتاحة الفرصة للنقاش بين مختلف الآراء والتيارات بما يساهم في بناء رأي عام ناضج لخدمة المغرب وأبنائه. في نهاية وشي حوايج اخرين، ولكن باش نرجعوا للموضوع ديالنا وهي المسائل اللي كتهم الجاليه المغربيه خصنا نوقفوا عليها، لان هذوك الناس كيثيقوا فينا وحنا خصنا نوقفوا معاهم وخصنا نوصلوا الرساله اللي كيقولوا لنا عليها وخصها توصل لمركز القرار. كيف يعقل الناس اللي جايه مثلا من فرنسا وكيخلصوا واحد الثمن باهظ جدا باش يجي مثلا من فرنسا لهنا كيوصل حتى 800 اورو للواحد، وكاين المراه اللي مسكينه مطلقه وعندها وليداتها ما تقدرش تجي، ما عندهاش الامكانيات باش تقدر تجي من فرنسا ب 4000 اورو، ناهيك على المصاريف ديال العطله الصيفيه. هادو شكون اللي كيتحدث عليهم؟ ما كانش. الباخره اللي وصل الثمن ديالها واحد الثمن خيالي، الطائره تحدث ولا حرج. الغلاء في هذا في وسط الغلاء الفاحش اللي راه عندنا في المغرب، الناس ما غاديش تبقى تجي. مغاربه العالم راهم ما هضروش على واحد المساله اللي هي مهمه، انا نحطها على المدن الساحليه اللي ما دخلوش بزاف مغاربه العالم، يقدروا يدخلوا ومشاو لاتجاه اخر. علاش؟ لان هناك فضاء اخر وفيه واحد الخدمات وجوده الخدمات اللي كاينه في دول اخرى مقارنه ببلادنا. علاش حنا ما نخدموش هذه البلاد ونوقفوا عليها ونساعدوا مع هاد الناس باش يجيونا حتى هذوك اللي ما جاوش؟ كاين بزاف اللي ما دخلوش هاد السنه.
كاين بزاف مغاربه العالم ما دخلوش. احنا الا بغينا نخدموا مستقبلا على هذا عدد الرقم التحويلات اللي هو 119 مليار ديال الدرهم قادرين نضاعفوه، ولكن شنو هي؟ خصنا اراده سياسيه. خصنا هذه الحكومه ولا الناس الفاعلين وهذو اللي في رئيس القرار خصهم يعرفوا بان الاستراتيجيه اللي بغينا نخدموا عليها راه خص واحد العمل دؤوب. راه ماشي كنبقاو نهضروا ونبقاو نعطيو المداخل اللي الرقم اللي ما كيتعداش يلاه زايد 5% ولا في 4%، مقارنه باسبانيا، مقارنه بدول اخرى اللي عدد السياح اللي كيوصل حتى 80 70 مليون ديال السياح. حنا رحنا نقولوا 20 25 راه ماشي بزاف، ولكن الا خدمنا وطورنا هذا المجال يعني تاع مغاربه العالم والاستثمار والسياحه راه غادي نمشيو به. لهذا هذا اليوم رسالتكم رساله سياسيه. اولا خصو السيد وزير الداخليه ياخذ بعين الاعتبار مذكرات موجهه له لادماج الجاليه اما في البرلمان او في مجلس المستشارين، لان القانون بالطبع الدستور واضح خص التمثيليه ديال الجاليه. هاد 30 مقعد برلماني الحديث عليها اصبحت ضروره، ما كاينش شي حاجه اللي كتمنع اليوم حتى من بعض المبررات اللي كانت كترفعها حكومه بن كيران او سعد الدين العثماني، لانه دوزنا جوج او دوزنا برلمان واحد عفوا. حتى دوك المبررات مبررات مغلوطه، مبررات لا الجاليه المغربيه في الخارج تؤمن بالمغرب بكل الاشياء اللي هي تنعتبرها مؤسساتيه. الشعار ديالهم الله الوطن الملك، وبالطبع هي القاعده الكبيره اللي كاينه. هذوك اليوتيوبر اللي واحد تيدير هنا هذاك الشيء لا يؤثر على تماسك الجمعيه وعلى ارتباطهم بالوطن ديالهم، واعتقد الخطاب الملكي واضح في هذا المجال. لهذا رسالتنا اليوم اولا لرئيس الحكومه، خص هذيك اللجنه تقوم بالدور ديالها في اسرع وقت باش اولا تعيد النظر في المجلس الجاليه وخلق هذيك المؤسسه المحمديه ديال الجاليه المغربيه المقيمه. رسالتنا كذلك للسيد وزير الداخليه ماذا كلفوا جلاله الملك انه يناقش مع الاحزاب السياسيه، والرساله موجهه كذلك للاحزاب السياسيه. منين اليوم تيناقشوا واش يديروا الشباب واش يديروا النساء، هذا خصهم اليوم يحطوا الجاليه كذلك 30 مقعد ديالها، اما غتكون في مجلس النواب حتى الا ما باغيش يديروها مجلس المستشارين، لان لدينا تجربه سابقه. هذا رساله قويه. هذا اللقاء مع الصحافه المغربيه مشكوره انها تلعب الدور لان الاعلام اساسي في هذه المعادله، وتحيه لكم. شكرا. السؤال الذي أطرحه هنا، هل هناك فعلا إرادة سياسية على الإشراك الفعلي للجالية المغربية؟ هذا سؤال خصنا يعني نقولوه ونكروه. هل هناك فعلا إرادة سياسية كما ذكروا الأساتذة قبل مني؟ قالوا كاين يعني واحد المجموعة ديال الأشياء أو واحد مجموعة المكتسبات اللي تم التراجع عليها. ترى ما هو السبب؟ حنا خصنا نوضعوا علامة استفهام. كذلك خصنا نعرفوا نشيروا ان موقع الجاليه المغربيه في هذه المحطه السياسيه وتكون عندها واحد الاولويات باش نضمنوا الاشراك ديالها الفعلي من خلال اعاده النظر في النصوص الجاري بها العمل في الانتخابات، سواء تعلق الامر بالانتخاب او بالترشح. ثم تكون واحد التوصيه، تكون هناك هيئه مغربيه مستقله تعنى بمراقبه نزاهه الانتخابات في الخارج والبث في الطعون والشكايات. كاينه قضيه مهمه جدا وهي مراجعه الفصل 63 من الدستور لاحداث هيئه خاصه بمغاربه العالم داخل مجلس المستشارين تضمن تمثيليتهم البرلمانيه الكامله، وكذلك فتح قنوات تشاور دائمه بين وزاره الداخليه وجمعيه مغاربه العالم لاشراكهم الفعلي في هذه الانتخابات سواء على مستوى الترشح او على مستوى الانتخابات. وشكرا لكم. في مقابل ارتباط شديد لأبناء الجالية بأصولهم وذويهم ووطنهم ومالكهم، ولهذا فقد حان الوقت لتنزيل وتفعيل مضامين خطاب صاحب الجلالة نصره الله، والتي كانت واضحة في هذا الصدد في الذكرى 49 للمسيرة الخضراء. حان الوقت لتسريع الورش الملكي السامي لفائدة مغاربة العالم من خلال إعطاء الفرصة والأولوية للشباب
المهجر للانخراط في تنمية البلاد وسياستها، مع العلم أنه لدينا أطر وكفاءات من شابات وشباب ونساء ورجال قادرين على حمل المشعل وتقديم خبراتهم ومواكبهم وتجاربهم للنهوض بهذا الوطن الحبيب. وهذا هو ما تصب فيه خطب صاحب الجلالة نصر الله منذ اعتلائه عرض أسلافه الميامين. تفضلي. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة للسلطة عالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصر الله. في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي انطلقت من الخارج في عدة دول قبل الوصول إلى أرض الوطن، عقدت لجنة الحوار الوطني الورش الملكي الخاص بالجالية المغربية في الخارج اجتماعا موسعا بشراكة مع اتحاد الصحفيين المغاربة يومه الثلاثاء 23 شتنبر 2025. وبعد نقاش مستفيض حول قضايا مغاربية هنا دعوة جلالتكم إلى إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بقطاع الجالية بما يضمن دور مغاربة العالم في الدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنمية البلاد. كما طالبوا الحكومة بتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع في أسرع وقت، وضرورة الالتزام بتوجيهات جلالتكم في تعزيز مفهوم الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا ضمان مشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات المقبلة لسنة 2026 بما يضمن انعكاسا حقيقيا لصوت ما يزيد عن 6 ملايين مواطن مغربي يوجدون خارج البلاد. وفي الأخير نسأل الله يا مولاي أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاكم بالخير ويقرن عينكم بولي عهدكم الجليل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله خديجة، ويشد أزر جلالتكم بسلوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة، إنه سميع مجيب. وبه وحرر في الرباط بتاريخ 23 شتنبر 2025.